في تاريخ الكرة في مدربين ما اكتفوش انهم يكسبوا، دول اخترعوا افكار غيرت اللعبة كلها، واكيد اهمهم الخمسة اللي هنقول عليهم في التوب فايف. رقم 5 يورجن كلوب. كلوب رجع السرعة والضغط العالي يبقوا له هوية. الجيجن بريسنج معاه مش مجرد ضغط بعد فقدان الكرة، ده نظام مبني على تمركزات محسوبة عشان اول لمسة بعد الافتكاك تبقى هجمة جاهزة. كلوب خلى التحول من الدفاع للهجوم اسرع من اي وقت. رقم 2 إريجو ساكي. قبل ساكي الدفاع الايطالي كان كاتيناتشو، بس ساكي قلب المفهوم، خلى الفريق كله يدافع ويهاجم كتلة واحدة. خط دفاع طالع، اوفسايد تراب، وضغط موجه من اول الملعب. هو اللي صنع فكرة المنظومة المتكاملة اللي بنشوفها النهاردة. رقم 3 يوهان كرويف. كرويف خلى الكرة تتحرك بالعقل قبل الرجل، نقل فكرة الكرة الشاملة لتطبيق حديث في برشلونة. رقم 2 بيب جوارديولا. بيب نقل الفكر ده لمستوى اعلى، خلى التمركز اهم من الاستحواذ نفسه بنظام المربعات والمساحات الوهمية، وابتكر افكار زي الانفيرتد فول باك، وقسم الملعب ل 18 مربع، فصنع فكرة الهاف سبيس اوكوبيشن. بيب مش بس مدرب، ده معماري كروي. رقم 1 رينس ميتشلز. المدرسة بدأت من هنا. ميتشلز اخترع مفهوم التوتال فوتبول اللي فيه كل لاعب يقدر يبدل مركزه في لحظة من غير ما الفريق يفقد توازنه. دي كانت أول مرة الكرة تبقى ديناميكية فعلا، ومنها اتولد كل الأفكار التكتيكية اللي جت بعد كده.